وقت اللي عملت المشروع نتاعي في بالي اول ناس باش يجوني اصحابي وقربي، لكن العكس صار. والحاجه هذه ما صارتش معي انا برك، صارت مع برشا ناس نعرفهم. الحكايه مش قله حب والا حقد منهم هم، الحكايه الكل انه حاجه اسمها تحيز الالفي. تحيز الالفي هذايا شنو يصير؟ يشوفوا فيك بصوره النمطيه القديمه نتاعك، دونك ما ينجموش يشوفوك بصوره متطوره كما توا. فما حاجه اخرى زاده، انهم قاعدين حاطينك في دور الصديق والا الدور القريب. بالسبب الثاني فما حاجه اسمها كراب مونتاليتي. كراب مونتاليتي شنو هي بالضبط؟ انه اي سلطعون يطلع صلاه الاخرين يهبطوه الوتر. علاش؟ باش ما يخليوهوش يخرج ويبقى معاهم، لان نحطوهم مع العباد. بالضبط العباد شنو يصير بالضبط؟ اي انسان يحب ينجح هم يجبدوه الوتا باش ما ينجحش، بين قوسين يحبوا يخلوه معاه. هذا هو كراب مونتاليتي. فما حاجه ثالثه، انهم هم يجوا لهنا حاشمين اللي كنتي، خاطر خايفين للبرودوي ما يعجبهمش، ووقتها ما ينجموش يعطوا رايهم بصراحه عليك انت، خاطر كنتي قريبهم والا واحد من عائلته. السبب الرابع زاد فما حاجه حاسبينها في مخاخهم، انهم مادام قريبهم ولا صاحبهم محل بوتيك راهو باش ياخذوا الحاجه هذيك ببلاش، دونك توقع انه باش ياخذوا حاجه ببلاش من عندك. حتى كان ما ياخذوش حاجه بلاش من عندك يستنوا من عندك تخفيض كبير. هذا كل ما يحبسكش، كمل تحاول توصل اللي تحب عليه، على خاطر الهدف نتاعك يبقى بعيد ومازلت تحب توصل له. لان تحب تعاوني تعمل جيم وتعمل بارتاج وتعمل برشا قلوب. وميرسي بوكو للناس اللي شجعتني لاخر دقيقه. تشاو